سلام سلام خياتي، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. لقاكم الفيديو تاعي بخير. اليوم جيتكم كما راكم تشوفوا بوصفه تاع قلب اللوز اللي رايحه ديري بها حاله في هذا رمضان ان شاء الله. وصفه ناجحه مليار بالمية، مكاش اللي راح تجربها وما تنجحش في القلب اللوز. اللي ما ينجحلاش القلب اللوز نقول لها جربي هذه الوصفه ورجعي لي الخبر، راح ما توليش تزيدي تشري قلب اللوز من برا. واش نحتاج للوصفه؟ عندي 3 كيسان تاع سميد كما راكم تشوفوا، سميد هذا تاع قلب اللوز راه متواجد السنه في المحلات، ماهوش كيما العوام اللي فاتوا. ورشه تاع ملح ومغرفه صغيره تاع لافاني. قلنا 3 كيسان تاع سميد ورشه تاع ملح ومغرفه صغيره تاع لافاني، نخلطهم كما راكم تشوفوا حتى يدخلوا لي هذيك لافاني والملح في هذاك السميد. نجي على جهه نجيب الطاس تاع الميكسر كما راكم تشوفوا، ندير فيه كاس ونص تاع السكر، نص كاس تاع الحليب، نكمل الكاس بالماء زهر يولي لي كاس، نص كاس قلنا تاع حليب ونص كاس تاع ماء زهر حتى نتحصل على كاس كما راكم تشوفوا. الصوره راهي واضحه. نزيد نفرخها في هذاك الطاس، نزيد نص كاس تاع السمن. الا ما عندكش السمن ديري الزيت، انا درت السمن. ونميكسيهم حتى يذوب لي هذاك السكر، حتى نعرف بلي هذاك الحبيبه تاع السكر ذابوا لنا. نميكسي مليح. بعد ما يذوب لي هذاك السكر ونميكسي هذاك الخليط، نجيب السميد تاعي ونفرغ عليه هذاك الخليط. هنا بعد ما ذاب لي هذاك السكر وتجانسوا مع بعضياتهم، نجيب هذاك الخليط ونبدا نفرغ فيه على هذاك السميد غير بالعقل، ونبدا نلم فيه. لموا وعجنوا، ماشي تعجنوا بزاف، غير بداو تلموا فيه وتعجنوا غير بالعقل. كما راكم تشوفوا هذا الوصفه مكاش اللي راح تجربها وما تنجحش في القلب اللوز. جربوها ورجعوا لي الخبر. مع جميع اسرار تاع القلب اللوز راني اعطيتهم لكم. نخلط مليح، ندخل كاع هذاك المكونات مع بعضياتهم. هنا بعد ما خلطتهم نخليه على الاقل، خلوه يرتاح لكم ربع ساعه ولا ساعه. مهما خليتوه طول يكون مليح، حتى 2 سوايع 3 سوايع. هنا جبت كميه من نواه كوكو على حساب الكميه اللي كانت عندك. انا درت قيس كاس اللي عبرت به تاع نواه كوكو. كانت باقيت لي شويه من هذاك الخليط ما درتوش كاع، زدته على ذاك نواه كوكو. نتوما الا ما قعد لكمش من ذاك الخليط لموه بالمزهر، هي يتلم بالمزهر. هذا الحشو تاع القلب اللوز بنواه كوكو. القلب اللوز كاع نعرفوا الكو تاع القلب اللوز، مي زيدوا له نواه كوكو رايح يولي لكم قنبله. هذا القلب اللوز ما نحكي لكمش البنه تاعو، ما نحكي لكمش عليها. جربوا ورجعوا لي الخبر. القلب اللوز بالذوق تاع نواه كوكو. نلم هذاك نواه كوكو حتى نحس به بلي تشرب لي كاع هذاك نواه كوكو. نجيب السنيوه ولا البلا اللي راح ندير فيه القلب اللوز ندهنه بالسمن. لازم تدهنوا البلاط تاعكم بالسمن باش يجيكم قو شباب فيه، القو شباب تاع قلب اللوز. ندهن كاع هذاك البلا. بعد ما ندهنه نجيب هذاك الخليط تاع السميد تاعنا اللي كان ارتاح لي، نفرغ النص منه في البلا، فرغ غير النص. نفرشوا على هذاك السنيوه تاعنا. الصوره راهي واضحه. نضغط عليه مليح بهم بعد كي نشرب هذاك القلب اللوز بعد ما يطيب لنا ما يطلع لناش. كاين اللي تقول لك القلب اللوز طلع لي، ضغطي عليه مليح ما يطلع لكش القلب اللوز.
بعد ما درت الطبقه الاولى من السميد نزيد ندير فوقها هذيك الطبقه تاع نواه كوكو، الحشو تاع نواه كوكو. سورتو المحبين نواه كوكو يجي بزاف شباب، جربوه ورجعوا لي الخبر خياتي. نضغط مليح على هذاك نواه كوكو فوق هذاك الخليط تاع السميد. بعد ما ضغطت عليه وستفتو نزيد الخليط الثاني تاع السميد نديرو فوق هذاك نواه كوكو ونفرشو كاع فوق هذاك نواه كوكو. نغطي كاع هذاك نواه كوكو ما نخليهش يبان، نغطيه كاع بالسميد كما راكم تشوفوا. ونقعد نضغط عليه ايضا بيديكم باه قلنا باه ما يطلع لناش هذاك الحشو، ما ينتفخ لناش ويخسر لنا الشكل تاع القلب اللوز تاعنا. ونجيب ملعقه مغرف ونقعد نضغط عليها من فوق القلب اللوز باه يجينا سطح مستوي، ومنها رانا نضغطوا على قلب اللوز باه ما يطلع لناش. هي بالملعقه احسن، لازم تستعملوا الملعقه تضغطوا بها بها ومنها بها السطح قلنا يجي مستوي. لازم هذاك النواه كوكو ما نخلوش كاع يبان، نغطوا كاع وين ما تصيبوا نواه كوكو بان نغطوه بالسميد. راني نضغط هنا بالملعقه كما راكم تشوفوا. الصوره راهي تعبر. هاني بعد ما سويت كاع السطح كما راكم تشوفوا نجيب موس ولا سكين ولا كل واحد كيفاش يقولوا. ما نبدا نشكل في الحبات تاع قلب اللوز. ما نحشيش الموس تاعي حتى الاسفل، ندير غير لي طراس برك نطراسي برك الحبات تاع قلب اللوز تاعنا. وكل واحد كيف يبغي، كاين اللي تحب الحبه صغيره، كاين اللي يحب الحبه كبيره، كل واحد كيفاش يدير الحبات تاوعو. بعد ما نطراسيه كما راكم تشوفوا نجيب حبيبات تاع اللوز. اللي كان عندك لوز كاوكاو زينوا به من فوق، فوق كل حبه نديروا حبيبه تاع اللوز. ونكون هنا كنت شعله الفرن من فوق ومن تحت، كل وحده ودرجه تاع الفرن تاعها، وكل وحده والفرن تاعها. انا كنت درتو يسخن. بعد ما نكمل كاع كما راكم تشوفوا حبيبات تاع اللوز تاوعي ندخلو للفرن يطيب للكوشه يطيب لي، نشعلو غير من تحت حتى نشوفوا هذوك الحواف تاع السنيوه تاعنا احمروا لنا. هو يديكم ساعه في الطياب، انا هذا السنيوات دات لي ساعه. نقصولو للنار وخلوه يطيب في غرضو ما يقعد باه ما يجيكمش معجن. حتى قلنا حتى تشوفوا هذوك الحواف تاع السنيوه بداو يحمروا لكم تاع عاد تشعلوا له من فوق. ذاك نزيد نقول لكم شوفوا بعد ما كملنا قلب اللوز تاعنا نديرو في الفرن يطيب. هنا نجي تحضير الشربات. نحتاج كاس ونص تاع الماء، عفوا كاس ونص تاع السكر وثلث كيسان تاع الماء. هي من الاحسن الشربات تحضروها قبل ما تبداو في تحضير قلب اللوز باه تبرد لكم مليح. كاس ونص تاع السكر وثلث كيسان تاع الماء وشريحه من الليمون. نخلط مليح داك السكر حتى يذوب لنا باه ما يقعد لناش كما نقولوا محجرس ولا ما يقعدش هذاك السكر من تحت. نحركوه ونديرو فوق النار حتى يعقد لنا داك السيرو. بعد ما عقد لي السيرو كما راكم تشوفوا ندلو قيس ربع كاس تاع الماء زهر، داك الكاس اللي قيست به. هنا خرجت القلب اللوز تاعي بعد ما حمر لي من الحواف كما راكم تشوفوا. ندهنو بالسمن من الفوق باه يحمر لنا. انا نبغي القلب اللوز يجي احمر، ما نبغيش القلب اللوز كي يكون ابيض.
يجي بنين. القلب اللوز كي يجيكم احمر يجي بنين. ندهن قاع السطح تاع القلب اللوز بالسمن ونعاود ندخلو للفرن يتحمر. هنا القلب اللوز راه طايب لي، خاصو غير التحميره الفوقانيه. وين القلب اللوز تاعي بعد ما دهنته بالسمن وعاود دخلته للفرن شعلته غير من الفوق تحمر لي، خرجته كما راكم تشوفوا بعد ما تحمر. ونجيب هذيك الشربات نسقي بها هذاك القلب اللوز تاعنا كما راكم تشوفوا. راه سخون هنايا لا فابور غيطلع منه. القلب اللوز يكون سخون والشربات تكون بارده. على ذي قلت لكم من الاحسن ديروا الشربات تصنعوها قبل القلب اللوز، قبل ما تبداو في صنع القلب اللوز. هنا بعد ما نشربو نكون طفيت على الفرن تاعي على الكوشه، نعاود ندخلو فيها واحد 10 دقائق ولا باه يزيد يتشرب لنا مليح ونخرجوه. هي من الاحسن نخلوه يبات باه تقطعوه. هنا وين قلب اللوز تاعي بعد ما قطعته، شوفوا الحشو كيفاش يجي من الداخل بيض تاع القلب تاع نواه كوكو، ويجي يقوب بزاف. شباب جربوه ما راحش تندموا عليه. واللي عجبتها الوصفه وجربتوه خلوا لي تعليقاتكم ونقول لكم الى وصفه اخرى ان شاء الله. باي.